بعد فشل مجلسي إدارة نادي الزمالك وإدارة نادي الإسماعيلي، والفشل مستمر يعني مش نقول من قديم الأزل بقى، يعني من فترة كبيرة. وضياع هيبة الفرقتين. مجالس إدارة الزمالك والإسماعيلي، يعني انتوا مش عايزين تقدموا استقالاتكم. للاسف المسؤولين عن الرياضه سايبينكم. انا بقول للحكومه المصريه مفيش حل غير ان الناديين يعلنوا افلاسهم، ومش هيطلبوا منكم حاجه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملوها، الحاجه الوحيده اللي الدوله ممكن تعملها، خلاص بيعوا الانديه المستثمر، لان الانديه بتنهار. مش هينفع يكون نادي واحد هو المسيطر والمهيمن على كل شيء، وده مش بيدي اعذار لمجالس الادارات ولا للدوله. خلاص اعرضوهم للاستثمار زي ما عرضتوا الناشئين للاستثمار، وللاسف الشديد بننهار. اعرضوهم للاستثمار وحد يستثمر ويدفع، وخلصت الحكايه، وهيبقى عندنا انديه محترمه بتخاف على فلوسها.